حركة كده قدام باب الحمام، وأنا كنت في الحمام باخد دش، وبصراحة الباب بتاع الحمام يعني إزاز، يعني اللي جوه يشوف اللي بره، يشوف خياله كده يعني. وأنا أول ما شفت كده اتسمرت، قلت إيه ده بقى؟ يا ترى معدي بالصدفة ولا بيعمل إيه المكوس ده؟ ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت ماسكة نفسي بالعافية. أيوة أصل يعني الواحد على تكة، وانتم بقى مش فاهمين حل الواحدة اللي زي بتبقى عاملة إزاي. أول ما يبقى في قدامها حاجة زي كده يمكن سامعني وليه لأ؟ طلعت من الحمام وأنا عاملة نفسي مش واخدة بالي من أي حاجة حصلت، ولا إني شفته ولا أي حاجة. وبعدين دخلت على أوضتي وقصدت إني أسيب باب الأوضة موارب، وقلت هو لو بالصدفة مش هيعدي تاني، لكن لو قاصد هيفضل رايح جاي كل شوية. وفعلا اللي حسبته لقيته عدى من قدام باب الأوضة، وكان واضح قوي إنه بيبص عليا. وقتها بصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه. بصيت كده وقلت لنفسي طب وليه لأ يا بنتي؟ ما هو اللي جايلك وهو اللي عايز كده، مش انتي؟ وفعلا فعلا فعلا يعني سبت نفسي للموضوع، غيرت هدومي ولبست قميص نوم كده شفاف شوية، وطلعت عشان اتفرج على التلفزيون. وهو كمان كان قاعد بصلي كده وقال لي أتحبي أعمل لك حاجة تشربيها يا خالته؟ قلت له أبدا يا روح قلب خالته، خليك انت مرتاح، وأنا هدخل أجيب شوية حلويات وأجيب كوبايتين عصير نشربهم، وشوف لنا انت بقى فيلم حلو كده على مزاجك. ولا أقولك استنى، أنا حاطة هنا على الفلاشة كام فيلم شغلهم. وطبعا أنا كنت متعودة على الموضوع ده، أصل من ساعة ما بقيت لوحدي كده وجوزي مات الله يرحمه، وأنا قلت لأ اللي هيتجوز لي ده هيبقى طمعان فيا، أنا أكتفي بنفسي وخلاص على كده. وفعلا بقيت أعمل كده، علشان كده كنت بحتفظ بكل الأفلام ديت. وأنا لما اتأكدت منه قلت هو أحسن من أي حد تاني، وإديني أشوف هو عنده إيه، من بعد إن أختي اتحايلت عليا علشان يقعد عندي. أصل هي كانت بتخاف عليا من كلام الناس، وكانت تشوف وشي تقولي وبعدين وخرة قعدك لوحدك ده؟ قلت لها انت عايزة ايه يا ستي؟ ما تسيبيني انا حرة ومرتاحة كده. قالت لي معقولة؟ بس انت لازم تتجوزي. قلت لها لا جواز لا. قالت لي خلاص يبقى ابني يجي يعيش معاكي. قلت لها وماله؟ وكنت طول ما هو موجود عندي بخلي بالي وما بعملش اي حاجة، يعني حضرت له أوضة كده وحطيت له فيها كمبيوتر علشان دراسته كده، وخليتها له أوضة نمائي على مزاجه، بقيت عايشة معاه. لكن أنا اشترطت عليه شرط أول ما جه يعيش معايا، يمكن الشرط ده هو اللي فتح عينيه على حاجات ما كانش تنفع أبدا. قلت له اسمع بقى، انت هنا تقعد معايا ولا أكنك شفت ولا سمعت أي حاجة ممكن تشوفها أو تسمعها. قال لي تقصدي إيه يا خالته؟ قلت له أقصد اللي أقصده، المهم إن انت خلاص كده دورك انتهى، أي حاجة تحصل تاني خلاص انت مالكش دعوة بيها. ما كانش فاهم كلامي، لكن أنا بصراحة كنت بقول لنفسي أعمل إيه؟ ما أنا لازم أبقى كده، لازم يعني أمسك نفسي شوية، ويعني أعرف إن أنا خلاص ما بقيتش عايشة لوحدي. وفعلا زي ما قلتلكوا تمام، بقيت أحلي بالي، يعني لا أني أعمل حاجة كده ولا كده طول ما هو موجود، لكن الأمر ما يسلمش. وفعلا دخلت جبت الحاجات اللي هنشربها وناكلها، وأول ما ابتدى الفيلم الواد بقى يجيب ألوان وقاعد كده مش على بعضه، وأنا كنت قصده. قلت له مالك يا حبيبي متلخبط كده ليه؟ قال لي ها؟ قلت له هاس إيه مالك؟ قال لي أبدا. قلت له إيه رأيك كده في الفيلم اللي شغال ده؟ قال لي إيه ده يا حالته اللي أنت مشغلولي ده؟ يتعب الأعصاب خالص. قلت له واد أنت هتتلائم عليا ولا إيه؟ على فكرة بقى أنا شفتك لقيته تنحت لي. قال لي شفتني؟ قلت له أيوة شفتك، وانت بتبص من خرم الباب، وشفت كمان خيالك من ورا الباب الإزاز، وشفتك كمان وانت بتعدي من قدام أوضة نومي. قال لي إيه أيوة أنا كان بالصدفة. قلت له لأ كده زعل منك، قول الحقيقة. تعرف لو قلت الحقيقة الليلة دي هتبقى أحلى ليلة في حياتك كلها، وهخليك تشوف اللي عمرك ما كنت تحلم تشوفه. قال لي بصراحة أيوة. قلت له عملت كده ليه؟ قال لي أنا شفتك وسمعتيك أول امبارح يا خالته وانتي في الأوضة، واضح إن صوتك غصب عنك طلع، وبصراحة من ساعة ما شفتك وأنا من ساعتها وأنا مش على بعضي. قلت له إيه كمان؟ قال لي بس. قلت له بس طيب أنت عايز حاجة؟ قال لي حاجة زي إيه؟ قلت له يعني أي حاجة. قال لي أنا مش فاهم. قلت له شايف اللي بيحصل في الفيلم ده؟ قال لي أيوة طبعا شايف وهتجنن خلاص. قلت له ليه هتتجنن؟ قال لي شاب يعني زي أما يشوف حاجة زي كده إيه اللي ممكن يحصل؟ قلت له ولا أي حاجة، أنا دلوقتي هعيشك اللي عمرك ما عشته. وفعلا بصراحة ما كانش مصدق نفسه، ولا أنا كمان ما كنتش مصدقه إن أنا كان ممكن أعمل كده في يوم من الأيام. أيوة بصراحة الموضوع كان حلو، وأنا كان باقي فترة بعيدة عن الموضوع ده، وكنت خلاص نسيت وقربت أتعود على اللي أنا بعمله. لكن اللي أنا بعمله ده ما يجيش أي حاجة، أتاري ابن أختي كبر فجاه
وبقى شاب، والموضوع عنده طول خالص خالص خالص، وبقى يعجب أي ست في الدنيا وما فيش حاجة في الدنيا ما يعرفش يعملها. وفضلت أنا بقى كده أروح واجي أروح ورجي لحد ما خلاص، وهو كمان فضل يدلع فيا خالص لحد ما قلت له لا أنا كده حد أخدت حقي وخلاص، مش عايزة حاجة ثاني. لقيتي بيقول لي بس أنا لسه عايز حقي. قلت له وأنا موجودة أهو، خد مني حقك زي ما أنت عايز يا حبيب خالتك أنت. ولقيته عمل حاجات ما كنتش هتخيلها أبدا أبدا إن ممكن نعملها في يوم من الأيام. أيوة، زي ما بقول لكم، زي ما يكون الحاجات دي جديدة، أول مرة أعرف أنا عنها حاجة. ما كنتش مصدقة نفسي من اللي أنا يعني بيحصل لي، واللي بيحصل قدامي ده كان شيء فوق الخيال. مش قادرة أقول لكم أنا قد إيه كنت مبسوطة، والموضوع طلع فرق قوي قوي قوي. ومن ساعتها وكل يوم لازم حبيب خالته يدلع خالته، وفضلنا على الحال ده شهور كتير لحد الخبر اللي خلاني أعيد حساباتي. وده لما عرفت إني تعبانة بتعب خطير. أيوة، جالي مرض مش عارفة أعمل إيه. أيوة، هو اللي انتوا فهمتوه، جالي الكانسر. يا ترى ده من اللي أنا بعمله ولا إيه؟ أنا ما بقتيش فاهمة أي حاجة، علشان كده أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى اللي تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه واتصرف إزاي. عارفة إن انتوا ممكن تقولوا لي اللي حصل لك ده بسبب عمايلك، لكن أنا عايزاكم افهموني وتحسوا بيا وتقدروا موقعي وتحطوا نفسكم ولو للحظة مكاني. علشان كده أنا هستنى كل التعليقات وكمان هقراها كويس.